السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة هواية يومية بسيطة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم فقاس رولي بالتمر، كيجي غزال بزاف واقتصادي جدا وكيعطي كمية وفيرة. وكنا كنبغيو هكا الحلويات اللي كتكون فيها التمر كتجي رائعة ولذيذة. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير هنا غادي نحتاجو التمر، انا فورته من بعد ما فورته عبرته عطاني 800 غرام. عندي هنا الدقيق، عندي 600 غرام ديال الدقيق. غادي نحتاج المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نحتاج واحد الساشي ديال الكاكاو، واحد ساشي ديال زهرة البرتقال، واحد ساشي فئة 7 غرام ديال الخميره الكيميائيه، وساشي ديال السكر فاني. غادي نحتاج هنا زلافه صغيره ديال سنيده ما يعادل الكاس وربع، زلافه صغيره ديال الزيت ما يعادل الكاس وربع ديال العنبه. غادي نحتاجو 6 ديال البيضات، غادي نحتاج شويه ديال القرفه وواحد 2 معالق ديال الماء الزهر اللي يكون من نوعيه جيده كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غادي ندوزو باش غادي نصايبوا العجينه ديال التمر. هنا كيف ما قلت لكم التمر فورته يعني في المنزل، من بعد ما فورته عطاني 800 غرام. غادي نزيدو عليه معلقه ديال الزبده. هنا البنات انا كان عندي التمر بارد يعني محطوط في الثلاجه لتحت، وزدت عليه زبده بارده. من الاحسن الا كان عندكم بارد الزبده ذوبوها باش تخدم لكم مزيان معاه. انا راه يعني خدمتها معاه هكا باش دخلتها معاه بصعوبه. صافي كنزيد داك الساشي ديال الزهر. لا ما متوفراش ديروا غير السكر فاني، وضيفوا ساشي ديال الكاكاو المر، وكنزيدو 2 معالق ديال ماء الزهر تقريبا، وكنزيدو القرفه كيف ما شفتوا معايا كديروا رشيشه القرفه يعني ضروري. وكنخدموا هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم، يعني كتعجنوهم هكا مزيان مزيان. كيف ما قلت لكم انا هنا لقيت صعوبه بالنسبه للزبده لان التمر كان بارد، كان محطوط في الثلاجه. يعني لقيت صعوبه باش ندخلها معاه. يعني الا كان التمر بارد عندكم الزبده ذوبوها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندوز باش نحضر العجينه. غادي نسو ديك 6 البيضات اللي ذكرت معكم في المقادير. غادي نزيدو عليهم ساشي ديال السكر فاني وسكر سنيده، ونبداو نخلطو حتى كينسجموا لينا المكونات. هنا زدت واحد القبيصه ديال الملحه نسيت ما ذكرتهاش معكم، ملي كما كتعرفوا ضروري تنديروا ديك القبيصه ديال الملحه باش كتعدل لينا المذاق. صافي كنخلط مزيان، كنطيب الزيت وكنستمر في التحريك حتى ينسجموا لينا المقادير. كنزيد داك الساشي ديال الخميره الكيميائيه من فئه 7 غرام، اولا ديروا ديال 8 غرام يعني بحال بحال ماشي مشكل. صافي هنا تنبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه لديك 600 غرام راه دخلات كامله. المقادير اللي عطيتكم يعني مقادير اللي هي مضبوطه وكتعطي كميه كثيره من الفقاس نتوما كيف ما كتشوفوا. صافي تنخدمو مزيان الدقيق حتى كينسجم لينا يعني حتى كتولي لنا العجينه في القوام اللي حنا بغينا. صافي وغندوزو للمرحله الثانيه. من بعد ما عجنا العجينه كيف ما كتشوفوا ولات بهذا القوام هذا اللي يعني ما كتلصقش بزاف ورطبه. وغادي نشكلوها كريات كيف ما كتشوفوا. شكلتها على 5 ديال الكريات. نتوما غتشكلوا الحجم اللي بغيتو بالنسبه للطول ديال اللاطه ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا كنحاول نبسطها، ضروري نبسطها ما بين جوج بلاستيكات لان العجينه كتكون هكا خفيفه. صافي وكتحاولوا تقادوها على شكل مربع باش ما تبقاوش تقطعوا هكا بزاف ديال الزوائد. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ هكا موس اولا شي حاجه باش تقطعوا. صافي وغتقادوها على شكل مربع. واخا انا راه جاتني مقاده ولكن غنزيد نقادها باش كيجي الشكل ديال الحليبلات ديالنا مقاد. فاش كتشكلوا لي بودان كيجيو مقادين
من الجنيبات وكلشي كيجيو في نفس الحجم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنحيد داك الزوائد وكنشكلها على شكل مربع مقاد صافي، وتنهزو معلقه وتندهنوا به هكا بهذا الشكل هذا التمر ديالنا على العجين كيف ما كتشوفوا صافي. وكنحاولوا نلويو بهذه الطريقه، يعني ما كنحاولوا هاد الاول تندخلوه مزيان باش كياخذ لينا، باش ملي كنقطعوه كيجي داك الشكل الحلزوني وكيجي مقاد كيف ما كتشوفوا. بهذا الشكل هذا كتحاولوا تمشيو بحجم متساوي صافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنشكلوهم على هذا الشكل كنحطوهم في الصفيحه اللي غتدخل الفرن، ومن بعد ما كنكملوا كيف ما كتشوفوا انا شاركت معكم غير هذا كندخلهم للفران اللي تيكون سخون على درجة حرارة 180. انا شعلت عليه من الفوق ومن التحت يعني، ودرت اللاطه في الوسط. بالنسبه للفرن ديال الكهرباء واللي عنده الفرن ديال الغاز غادي يشعل عليه من التحت حتى كيطيب وكيتحمر من التحت، ومن بعد كتشعلوا عليه من الفوق يتحمر شويه وكتخرجوه صافي. وكتحطوهم كيبردوا مزيان، تغطيوهم بشي حاجه بلا ما تفزقوا حتى حاجه، يعني غير تغطيوهم حتى كيبردوا. ومن بعد كدهنوهم هكا بشكلاط اولا بالكونفيتير وديروا عليهم الكوك. انا كنفضل ندير الشكلاط، ممكن تدهنوهم بالكونفيتير اولا ناباج اي حاجه متوفره عندكم وتزينوهم باش ما بغيتو. انا هنا دهنتهم بالشكلاط وزينتهم بالكوك، وواحد غادي نخليه هكا الوحدين غندير لهم الكوك وحدين غنخليهم يعني بلا كوك، وغادي تشوفوا الطريقه كيف غادي تجي الشكل ديالهم غيجي زوين. صافي كنخليو هاد الشكلاط حتى كيبرد وكيشد فراسو هانتوما كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كندوزو باش كنقطعوه يعني بالمهل يعني بشويه يكون الموس يكون ماضي اولا هكا كيف ما كتشوفوا. ضروري الموس ولا باش غادي تقطعو يكون ماضي مزيان. وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، راه كيجي غزال كيجي رائع مذاق كيجي فيه روعه. هذا هو الشكل ديالو النهائي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده الا جربتوه راه غادي ينجح معكم وغادي يعجبكم بزاف. مذاق كيجي فيه رائع رائع بزاف، كيجي هشيش وغزال. كيف ما كتعرفوا المذاق ديال التمر راه كيجي رائع في الحلوى. هذا هو الشكل النهائي، وكيف ما كتشوفوا هذاك الشكل اللي قطعنا كيف كيجي. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المشاهده. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.